الله يجازيك بخير. بلوس حتى في القطاعات العامه باش نكونوا عارفين الكونتكست جينيرال شنو هما التحديات والصعوبات من الطرفين كاملين. شكرا. نتكلموا على مسار المقاول لان الاخوان كاملين يتكلموا على المقاولات الصغرى والمتوسطه. شنو يعني يدرس المشاركه من خلال اللي خرجت البارح الورشه الموضوعاتيه واللي هي ورشه يعني اللي كما نقولوا حنا ترونسفيرسال يعني تلمس جميع الجوانب ولا التشخيص اللي دار اخر مره في الولايه. واللي كتعرفوا هذا ورش ملكي فيما يتعلق باللقاء التشاوري التواصلي اللي كيهم كافه الشركاء. حضور يوم هذه الورشه الهامه التي تستجيب الدعوة إلى خلق تشاور مع كافة الفعاليات من أجل الوقوف على العديد من دريك كنعرفوا بانه يعني 4000 منصب اللي كتطلب وكنقريو حنا 12000 ولا 15000 كتخرج كتنجح وحنا كنساهموا حنا بدورنا في البطاله. اعتماد مبدا الجهويه الموسعه في التشغيل تراعي خصوصيات الجهه لان العيون تقريبا هي اعلى معدل ديال البطاله في العيون وعلى لان الشباب. سأنطلق من ارضيه اللي جا بها صاحب الجلاله ديال بان مغرب 31 اكتوبر لن يكون هو مغرب ديال ما قبل 31 اكتوبر. هذه الارضيه هذه اللي تحدث عليها احد الاخوه قبل مني اللي هي ارضيه الامل. اليوم نحن هالشيء راه بالنسبه للمنطقه اليوم نحن اللي باغي يجي خاصو يخلق عندنا فرص شغل وخاصو يقبل ساكنه المنطقه وهالمنطقه راه يخدموا. حنا هون غادي ننظروا 50 سنه للتنميه، التنميه وطنيه ديال العيون ما دارش الانسان دارت هذا في العمران. شكرا للساده المواطنين، شكرا للحضور الكريم. المداخله ديالنا تكون في اختصاص اللي كنعملوا فيه. لا احد ينكر على انه الجسر الذي يربط يعني التشغيل مع الشغل مع إذن هذه الورشه جد مهمه متعلقه بالتشغيل اللي كندارش في اطار المشاورات حول برنامج التنميه الترابي لاقليم العيون المندمج. هذا ورش كان ورش من الجيل الجديد وورشه بطبيعه الحال لانه فيها واحد 3 ديال الاعتبارات اساسيه، وهو انه في واحد المقاربه تشاركيه جد مهمه، ايضا بعد ترابي جد مهم، بالاضافه ايضا الاعتماد ديالو على بعض المعايير وبعض والاهداف والتسقيف والاولويات وايضا الموضوعيه والواقعيه في تحديد هذه الاهداف والاثار ديالها المتوقعه. فاذا هذا برنامج مندمج من الجيل الجديد واللي كان فيه نقاش عميق ونقاش صحي ونقاش يعني فيه الصراحه وفيه يعني الانفتاح على جميع الفعاليات على المستوى الاقليمي من مجتمع مدني من فاعلين اقتصاديين مؤسساتيين، واللي صب فيه يعني كانوا فيه واحد الاقتراحات عمليه من اجل الارتقاء بهذا الورش ديال التشغيل اللي جد مهم وفيه يعني اعتمادا بطبيعه الحال على المرتكزات وعلى المكتسبات اللي كاينه في الاقليم ديال العيون وجهه العيون بصفه عامه، من عرض ترابي تنافسيه مناخ ديال الاعمال جيد. بطبيعه الحال كاين بعض الامور اللي يجب الاشتغال عليها جات في المقترحات، وايضا الاعتماد على القطاعات الواعده الجديد من الجيل الجديد اللي اشتغلنا على واحد البنك ديال المشاريع تحت الاشراف ديال السيد ولي الجهه، وفيها يعني الاقتصاد الازرق الاقتصاد الاخضر للصناعات والمنظومات الصناعيه الجديده اللي غادي يدفع من طبيعه الحال بهذا الملف ديال خلق فرص الشغل وامتصاص البطاله عبر 3 ديال الاليات اساسيه، وهو التاجير في شركات وفي اوراش وفي مشاريع استثماريه مهيكله. كاين ايضا الورش ديال روح المقاوله وديال خلق المقاولات الصغرى جدا والصغرى وفي اطار منظومات اليوم اللي جديده وفي مشاريع كبرى ديال الشركات الصغرى جدا والمتوسطه والصغرى، بالاضافه ايضا لهذا الورش ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. فهادو كلهم اليوم اليات من اجل مرور السرعه القصوى في امتصاص البطاله وخلق فرص ديال الشغل قاره من خلال مشاريع منتجه ذات قيمه مضافه عليا. ومن طبيعه الحال جميع الظروف اليوم الحمد لله مناسبه على المستوى الاقاليم الجنوبيه بصفه عامه وجهه العيون الساقيه الحمراء بصفه خاصه من اجل يعني اعطاء دفعه قويه لهذا القطاع ديال التشغيل.
إذا اليوم هذا اللقاء التشاوري بطبيعة الحال في إطار هذا البرنامج التنمية الترابية المندمج. هذا البرنامج هذا فيه جا في واحد الظرفية جد مهمة بحكم يعني تزامنه مع إعطاء انطلاقة ديال هذه القافلة المتعلقة بهذا النظام ديال دعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، واللي غادي لا محالة سوف يكون له وقع جد مهم على خلق هذه الشركات، هذه المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، وكتصب أيضا في خلق فرص شغل قارة، فرص شغل من الجيل الجديد، واللي كتنسجم مع الخصوصية ديال الأقاليم الجنوبية، خصوصية ترابية قطاعية، خصوصية أيضا فيما يتعلق بهذا النسيج المقاولاتي على المستوى الجهوي. فاليوم كاين واحد المنعطف حقيقي، مشاريع من الجيل الجديد التي برزت بفضل هذا النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية اللي أعطى انطلاقة ديالو سيدنا الله ينصرو، واللي شرف على يعني الانتهاء في عدة محاور جد مهمة، واللي تم إبراز هذه القدرات الجد مهمة اللي من شأنها تعطينا هذه القدرة على خلق شركات من الجيل الجديد اللي خصنا أيضا، لأنه هذا ملي كنتكلموا على الولوج التمويل ليس فقط هو وسيلة، ليس هدف، ولكن من بين الوسائل ومن بين الآليات لخلق فرص شغل، من بين يجب الاشتغال على التنافسية ديال هذه المقاولات، يجب الاشتغال على التكوين رأس المال البشري. الحمد لله اليوم كنفتخروا بأنه بالأقاليم الجنوبية عندنا بنية تحتية من الجيل الجديد في مجال التكوين، واللي كتلائم مع هذه الخصوصيات الجهوية. لدينا أيضا خصنا نشتغلوا في واحد الإطار أفقي مندمج مع جميع الشركاء فيما يتعلق أيضا بالولوج للأسواق. هذا راه أمر جد مهم. الأسواق اللي برزت اليوم محلية أو يعني السوق الدولية اللي جد مهمة، السوق الإفريقية، سوق على المستوى ديال الأمريكيتين، وفي إطار التصدير. فهذا أيضا هذا ورش جد مهم لتكميلي لباقي الآليات. كاين اشتغال ايضا على راه واحد بالنسبه للمقاوله، راه ما كاينش غير التمويل، كاين ولوج الاسواق، كاين هذا المشكل ديال لي ديلي دو بايمون ديال اجل الاداء، حتى هو راه كاين واحد الاستراتيجيه وطنيه في هذا المجال ديال اجل الاداء، وديال انه باش الشركه لانه ملي كتنتج خصها تدخل الموارد. فلهذا هذا مشروع مندمج في الولوج التمويل في اطار يعني الدعم ديال الميثاق الجديد للاستثمار، تمويل ايضا البنكي، كاين الشق المتعلق بالمواكبه في اطار التنافسيه ديال هذه المقاولات، وايضا مواكبه في الولوج الاسواق وخلق هذا لو بي تو بي، هذا لي ميزون غولاسيون، باش يكونوا هذه الشركات يمكن لهم يولجوا لهذه المنظومات في اطار هذه السلاسل الانتاج المحليه الجديده، وايضا الولوج للاسواق الدوليه. وكاين برامج وطنيه في هذا المجال اللي هي واعده، وجميع الظروف الحمد لله اليوم مناسبه من اجل ارتقاء بهذا الملف واعطاء دفعه قويه تنزيلا للتوجيهات الملكيه الساميه في هذا المجال. شكرا.